وفتحوا، بس شاف منظر فعلا مرعب. رونالد كان قاعد في ظهر الباب وحاطط ايده على دماغه ودماغه عماله تنزل دم. فلما العامل ده ولع النور شاف دم موجود في كل حته، على الارض وعلى السرير، ودم مطرطش على الحيطان كلها وهيصه. قصة النهاردة الشرطة حرفيا كانت قدام جريمة من غير ولا قاتل ولا أدوات جريمة. استنى كده، ده ولا حتى هوية واضحة للضحية ذات نفسها. ودي يا اسطى ما كانتش مجرد قضية قتل، دي الغرفة 1046 في يوم 2 يناير من عام 1935. شخص اسمه رونالد تي أوين دخل لفندق بريزيدنت، وده فندق موجود في مدينة كانساس في أمريكا. وبمجرد ما دخل عادي يعني زي ما بندخل أي فندق، استقبله موظف الاستقبال بتاع الفندق ده واللي كان اسمه راندولف بروبس. كذا حاجة بقى لفتت نظر راندولف في الشخص اللي دخل عليه، وأولهم مثلا إنه ما كانش معاه أي شنطة، ده داخل عليه لوحده كده فرداني. تاني حاجة إن هو كان لابس جاكيت أسود كده طويل شكله رايق، وشعره كان بني داكن. بس أكتر حاجة لفتت نظر موظف الاستقبال في الشخص ده وهو جرح موجود على الجنب الشمال من وش رونالد. كمان ودانه كان عنده الودان اللي هي اسمها الودان الأرنبيطية دي، ودي في أغلب الناس بتبقى موجودة عند الناس المصارعين. واداله شكل مبدئي كده إن هو عنده من 25 ل 30 سنة. المهم استقبله وطلب منه رونالد إن هو عايز غرفة بمواصفات معينة. كان عاوز أوضة ما بتطلش على الشارع، مش موجود فيها أي شبابيك، ولازم الأوضة دي إن هي تكون في دور عالي، وإن هو هياخدها لليلة واحدة بس. فموظف الاستقبال أخد رونالد ووداه للغرفة بتاعته اللي كانت في الدور العاشر، ورقمها كان 1046. وافتكر رقم الأوضة دي كويس عشان هنحتاجه بعد كده. أول ما دخل الأوضة كانت أوضة حلوة كده كوزي، ما فيهاش غير سرير وكرسي ومكتب صغير كده عليه لمبة صغيرة. هنا موظف الاستقبال أخد باله إن رونالد فضى جيوبه، بس كل اللي هو طلعه من جيبه كان فرشة للشعر وفرشة سنان ومعجون. هو ده اللي يحتكم عليه في الدنيا، معهوش اي حاجه تاني. موظف الاستقبال ما ركزش معاه الصراحه، يعني هو اكيد بيشوف تحف زيه كتير كده كل يوم، واخد بعضه ونزل وساب رونالد يرتاح. وبعدها بكام ساعه كان وقت الخدامه ان هي تنظف، وكان اسمها ماري سوبتك. كانت بتطلع تخبط على كل اوضه وتنظف لحد ما وصلت للاوضه 1046. خبطت ورد عليها رونالد ان هي تدخل، ولما دخلت الاوضه كانت ضلمه، فبدات ان هي تنظف. ولما خلصت طلب منها رونالد ان هي تسيب الباب مفتوح ما تقفلهوش عشان صاحبه جاي كمان شويه. خلصت ماري وبعدها نزلت لموظف الاستقبال قالت له الشخص ده غريب، قافل كل ستاير الاوضه وقافل كل حاجه وقافل الانوار، وكان سايب بس اللمبه الصغيره اللي هي فوق المكتب دي، وكانت عامله ضوء خافت كده في المكان ومبينه رونالد ان هو ظل كده قاعد في الضلمه، يعني في شبح قاعد. وكمان قالت له ان طريقه قعدته ونظراته زي ما يكون قلقان من حاجه او هربان وجاي يستخبى عندهم من حاجه. اللي جاي شكله كبير. المهم رجعت ماري تاني للغرفه على الساعه 4 العصر كده، وكان معاها فوط ناشفه. هي لازم تدخل الاوضه تبدل الفوط، تاخد الفوط اللي عنده وتديله الفوط النظيفه اللي معاها. فدخلت الاوضه وشافت رونالد نايم على السرير بنفس الهدوم بتاعته، نفس الهدوم اللي جاي بيها ما غيرش، والباب اصلا كان مفتوح. وهنا شافت ماري نوتة او ورقه صغيره محطوطه على الترابيزه بتاعته جنب السرير، والورقه دي كان مكتوب فيها دون انا هرجع كمان 15 دقيقه استناني. واليوم خلص. اليوم اللي بعده بقى ماري راحت على الساعه 10:30 للاوضه بتاعته علشان تنظف كالعاده، هو ده الميعاد بتاع الشيفت بتاعها. بس لما وصلت للغرفه 1046 اكتشفت ان الباب مقفول من بره، اللوك مقفول من بره. ففكرت ان رونالد هو اللي قفله وهو ماشي من الاوضه، خصوصا ان هو لما جه قال لموظف الاستقبال ان هو عايزها ليوم واحد. وما تستغربش، هو باب الفندق عندهم اللوك بيتقفل من بره، يعني انا مش عارف مين الصراحه العبقري اللي نفذ حاجه زي كده، اللي هو ممكن اي حد من بره يحبسني ويقفل عليا اللوك وانا جوه، صباح الفل يعني. المهم فتحت الاوضه علشان تنظفها. الغريب بقى هنا ان رونالد كان اصلا جوه نايم على السرير، والانوار برضو كلها مطفيه والستاير مقفوله، فده معناه ان كده في حد تاني هو اللي قفل الباب عليه من بره. فماري كبرت دماغها الصراحه، يا عم انا مالي، انا واحده جايه انضف الاوضه واخد فلوس واتكل على الله. بس اثناء ما كانت بتنظف التليفون رن، فرونالد رد على التليفون، سمعته بيقول لا يا دون انا مش عايز اكل، مش جعان، انا لسه فاطر من شويه عادي يعني. فخدت بعضها ونزلت ورجعت تاني على الساعه 4 علشان تغير الفوط كالعاده. بس المره دي وهي واقفه قدام باب الغرفه وقبل ما تدخل سمعت صوت شخصين بيتخانقوا من ورا الباب، وصوت منهم كان صوت رونالد. فخبطت على الباب علشان تدخل، بس هنا سمعت صوت تخين كده جاي من ورا الباب بيقول لها مين اللي بيخبط؟ فقالت له روم سيرفيس جاي اغير الفوط بتاعه المكان. فرد عليها الصوت التاني وقال لها احنا مش محتاجين فوط، اتكلي على الله من هنا. الرخامه قله الذوق دي.
المهم مشيت ماري، ويومها بالليل اتصلت واحده بمكتب الاستقبال اللي موجود في الفندق. الشخصيه دي كانت في الغرفه 1048، يعني جنب الغرفه بتاعت رونالد بغرفتين، واشتكت من ازعاج ومن صوت خناقه جاي من الدور اللي هي فيه. وقالت لمكتب الاستقبال ان في رجاله وستات كتير بيتخانقوا في الاوضه وان هي مش عارفه تنام. والصدفه بقى يا مؤمن ان اليوم ده كان في حفله في نفس الدور في الغرفه 1055. هنا الامور كلها ساحت في بعض، وخلاص محدش من مكتب الاستقبال طلع يشوف في ايه، واعتذروا للست دي وقالوا لها عشان في حفله. في الحقيقه هو الموضوع ما كانش حفله ولا حاجه، ويا ريتهم كانوا طلعوا. المهم بعدها بيوم اللي هو في اليوم الثالث على الساعه 7 الصبح كده، لاحظ عامل التليفونات بتاع الفندق ان الهاتف او التليفون اللي موجود في غرفه رونالد بره الخدمه بقاله كتير، يعني السماعه متشاله بقالها كتير. فبعت واحد من اللي شغالين في الفندق اللي هو بروبست للغرفه 1046 عشان يشوف في ايه القصه جايه منين. بس لما وصل شاف العلامه اللي هي بتاعت عدم الازعاج محطوطه على الباب من بره، محدش يدخل يعني. بس هو عيل رخم كده ورزل، وبرضه فضل يخبط على الباب لحد ما سمع صوت كده خفيف جاي من جوه بيقول له ادخل وولع النور. او هو بيفتح الباب علشان يشوف فيه ايه، اكتشف ان الباب اصلا مقفول من جوه، وعلى الرغم من كده محدش قام اصلا علشان يفتح له. فبدا بروبست يرخم تاني ويخبط، بس هنا مفيش حد رد عليه. فتعصب واتنرفز وقال من ورا الباب حط السماعه مكانها وما تشيلهاش تاني. ده بروبست اللي بيقول. وعلى الساعه 8:30 يعني تقريبا كده بعد الموقف ده بساعه ونص، السماعه برضه لسه متشاله محدش حطها. فبعتوا عامل تاني بقى بس غير بروبست الرخم علشان يطلع يشوف هو في ايه. والموظف ده كان اسمه هارولد بايك، بس المره دي بقى بعتوه بمفتاح الاوضه، وربنا اللي انا داخل. ولما دخل الاوضه طبعا كلها ضلمه كالعاده والستاير مطفيه ومفيش غير النور الخافت ده اللي هو بتاع الاباجوره. هنا رونالد كان نايم على بطنه على السرير وعريان وباين ان هو سكران طينه. والعامل ده لاحظ حاجه، ان السرير حوالين رونالد في حاجه غامقه كده مش مظبوطه. مش يركز بقى ويروح يشوف فيه ايه، لا يا عم انا مالي. فبص لناحيه التليفون السبب اللي هو جاي عشانه اصلا، فلقى ان الحامل بتاع التليفون مكسور وواقع على الارض. فصلحه ورجعه مكانه تاني واخد بعضه واتكل على الله. بس بعدها يعني على الساعه 10:30 كده التليفون رجع تاني خارج الخدمه. الله بقى احنا هنلعب. فبعتوا مين بقى يا اسطى؟ الواد اللي هو الرخم بتاع المره الاولى بروبست ده. وبرضه فضل يخبط كده ويرخم عشان يشوف بقى هو في ايه يا جدعان، ايه القصه الحزينه دي. وبعدها زق الباب وفتحه، بس شاف منظر فعلا مرعب. رونالد كان قاعد في ظهر الباب وحاطط ايده على دماغه، ودماغه عماله تنزل دم. فلما العامل ده ولع النور شاف دم موجود في كل حته، على الارض وعلى السرير، ودم مطرطش على الحيطان كلها وهيصه. ده حتى الحمام مليان دم. انتوا ايه يابا كنتوا بتعملوا ايه هنا؟ فاترعب وخد له في اسنانه وطلع يجري من الاوضه. وبعدها اكتشفوا بقى ايه، ان رونالد متصاب اصابات خطيره جدا. عرفوا ان هو كان مربوط بحبل ما بين رقبته ودراعه ورجليه. مش فاهم ازاي. كان باين جدا انه اتعرض للتعذيب لدرجه ان الدم حتى يعني طبع في الحيطه، في السقف، السرير والحمام والارض، الدم في كل حته. وبعد التشخيص اتعرف انه اتضرب كتير جدا على دماغه، وده بسبب وجود كسر في الجمجمه عنده. وكمان اتطعن طعنات كتيره جدا في صدره، الرئه بتاعته كانت مخرومه، وكمان كدمات في رقبته وفي عينه وفي رجله. لا يا نهار اسود، الواد اتشحور خالص. الجامد جدا بقى ايه، ان رونالد بعد الحفله اللي اتعملت عليه دي هو كان لسه عايش. والله كان لسه عايش. قام واحد من المحققين بقى سأله مين تاني كان معاك في الأوضة؟ فرونالد هنا رد عليه وقال له ما كانش معايا حد، بس كان بيتكلم بصعوبة شديدة جدا وبديهيا يعني من الشحورة اللي هو فيها. وقال للمحقق ايه بقى، اصل وقعت في الحمام دماغي لبست في البانيو. خلصانه مصدقينك يا عم من غير ما تحلف. المهم انه بعدها اغمى عليه طبيعي يعني، واتنقل للمستشفى. والدكتور قال ان الاصابات اللي في جسمه حصلت ما بين 6 ل 8 ساعات. ده معناه ايه بقى معلم؟ شغل دماغ المحقق كده اللي عندك. انه لما بعتوا له الموظف بتاعه اول مره اللي هو الرخم اللي كان عمال يخبط ده، ودخل عليه ولقاه نايم وفي حاجه غامقه وبني تحت السرير بتاعه، هو كان اصلا حصل فيه كل الشحوره والكلام ده. المرعب بقى ان المحققين ما لقوش اي اسلحه نهائي ولا اي حاجه اصلا تخص رونالد ذات نفسه، بس قدروا ان هم يلاقوا 4 بصمات موجوده على التليفون. ولا هي مش بصمات الموظف اللي طلع يصلح التليفون، لانه بعد كده اكتشفوا ان هي بصمات لبنت. الله، الموضوع كبر. وبعد ما رونالد دخل المستشفى ويومها الساعه 12 بالليل رونالد توفى، وده كان في يوم 5 يناير. فبدأ المحققين بقى التحقيق، والحلو كله جاي بقى، البهاريز بتاعت القصه. كل اللي فات ده كان ولا حاجه. المهم بس اشتركت وعملت لايك. هنا بدأ المحققين طبعا من عند اول راس اللي هي موظف غرفه الاستقبال، فسالوه لو لاحظ اي حاجه غريبه على رونالد لما جاء، او لو هو يعني قال لهم اي حاجه. فقال الموظف ان رونالد قال له ان هو من مدينه لوس انجلوس. فتواصلوا المحققين مع سلطات لوس انجلوس، بس السلطات بتاعت لوس انجلوس هنا ما قدرتش ان هي تلاقي اي سجلات نهائي لشخص اسمه رونالد تي اوين.
اصلا هنا بدات الشكوك بقى انه ده اصلا ممكن ما يكونش الاسم الحقيقي للضحيه، تسويحه دي. المهم ان هنا القصه بقى بدات تنتشر في الصحف وفي المجلات والناس كلها تعرف عنها، خصوصا ان الفندق هنا في الوقت ده كان مشهور جدا، وحاجه حصلت بالحجم ده مستحيل طبعا تستخبى. فهنا الشرطه بدات تركز على شخصيه تانية وهي دون، ودون ده اللي كان رونالد كاتب في الملاحظات بتاعته اسمه، وكمان الموظفه اللي هي بتاعه النظافه سمعته وهو بيقول له دون انا مش جعان. فبداوا يدوروا على مين دون ده، بما انهم مش عارفين يوصلوا لرونالد ذات نفسه. وبالفعل بداوا يدوروا، بس برضه عمليات البحث ما وصلتش لاي نتيجه، وبديهيا جدا لان هم اصلا مش عارفين يعرفوا مين اللي كان قاعد عندهم في الاوضه. يعني الشخص ذات نفسه، الضحيه ذات نفسها، هم مش عارفين مين ده، هيعرفوا واحد من اسم مكتوب في ملاحظات. المهم بعدها نشرت صحيفه جورنال بوست ان اوين هيتدفن تبع دار جنازات موجود هناك اسمه ميلودي ماكي جيلي، هو اللي بيتدفن تبعه الناس المجهوله يعني اللي ماتت ومحدش يعرفهم، او الفقراء اللي معهمش فلوس ان هم يتدفنوا دفنات شياكه. بس قبل الدفن الدار اللي كان هيدفن اوين جاله تليفون من شخص مجهول بيقول لهم فيها ان هو هيبعت لهم كل الفلوس اللي هم محتاجينها بس يعملوا جنازه تليق باوين. الله، مين ده؟ تفتكر اللي اتصل ده هو دون المجهول؟ المهم ان الدار بعدها اتبعت له فلوس كتيره فعلا من شخص مجهول، واتبعت له كمان مع الفلوس باقه ورود اللي هي بتاعت الجنازات دي شياكه كده من شركه اسمها روك فلاور، والباقه دي معاها ورقه مكتوب فيها Love Forever from لويس. مين لويس؟ في مجاهيل كتير، في شخصيات محدش عارف عنها حاجه. مين دول؟ هي الناس دي عارفاه منين يعني؟ اذا كان الشرطه ذات نفسها مش عارفه مين الشخص ده. بص بقى الصدمه الرايقه اللي جايه دي، الموضوع ده اللي هو بتاع الجنازه ده عدى عليه تقريبا سنه ونص. بعد المده دي مجله امريكان ويكلي نزلت القضيه بتاعت رونالد، نشرتها يعني، وطبعا حاطين في القصه اللي نشروها الصوره بتاعت رونالد. عشان ايه اللي يحصل بقى؟ واحده تتصل بيهم اسمها روبي اوجلتري وتقول لهم ايه؟ ان دي صورة ابنها. والله زي ما بقول لك كده، بتقول ان رونالد هو ابنها. كمان قالت لهم ان هو خرج من برينجهام في عام 1934، ده قبل الحادثة بسنة. واصلا بقى رونالد تي اوين طلع اسمه ايه؟ طلع اسمه ارتيميس اوجلتري. وخد الصدمة الاكبر بقى من اسمه، طلع عنده 18 سنة. وات؟ ده موظف الاستقبال بتاع الفندق قال ان هو عنده 30 سنة. المهم وبعد فترة تم الكشف ان ارتيميس اوجلتري اللي هو رونالد كان اقام في فندق اسمه سانت ريجيس في مدينة كانساس، واقامته دي كانت مع راجل تاني في الغرفة، وغالبا ده دون المجهول. بس المشكلة انه لحد هنا مفيش اي معلومات تانية. انا عارف والله انك ممكن تبقى دلوقتي مصدوم انك مش عارف مين فين ومين قتل مين ومين اسمه ايه. والله انا زيك بالظبط. هو مين دون ومين اصلا ارتيميس وايه بصمات البنت اللي لقوها، ومين البنت اللي كتبت على الجواب اللي جابت له فيه الورد ده، وليه اصلا ارتيميس ده غير اسمه وخلاه رونالد؟ في ايه؟ طب ليه كان بيتصرف بغرابه في الكام يوم اللي هو قبل ما يموت ده اللي كان قاعد فيهم في الفندق؟ يعني نهار اسود، 500 سؤال. صدقني هو مفيش ولا اجابه لولا سؤال من كل اللي احنا سالناهم دول بقالها اكتر من 90 سنه، ولا حد عارف مين ده، ولا الشرطه قدرت توصل لمين الشخصيات دي اساسا، ولا اتقتل ليه، ولا هو كان عايش ليه. والقضيه اتقفلت على نفس كده، محدش فاهم حاجه. بس طبعا هنا البني ادمين ما بيحبوش الحاجه اللي بتتقفل على مجهول، فبداوا معلمي يطلعوا لك نظريات. ايه بقى النظريات دي؟ اول نظريه بتقول لك ان دون المجهول ده هو عدم ارتيميس اللي هو رونالد العافيه ضربه يعني وقتله وهرب لسبب لا يعلمه الا الله، وانه غالبا كان هو الشخص اللي صوته تخين ده اللي سمعته الموظفه وهي جايه تغير الفوط وقال لها امشي اتكلي على الله من هنا. بس حتى لو النظريه دي صح، ما الشرطه ما قدرتش اصلا ان هي توصل لدون المجهول. النظريه الثانيه ان دون اصلا ما كانش لوحده، والنظريه دي بقى اللي طلعها عامل الاسانسير بتاع الفندق. بيقول ان في يوم الجريمه ركبت معاه الاسانسير واحده كان شكلها غريب شويه، وكانت طالعه للدور العاشر اللي هو الدور اللي فيه الغرفه بتاعت رونالد. فلما سالها هنا عامل الاسانسير هو انت طالعه الغرفه كام، قالت له انا طالعه الغرفه 1026 علشان اقابل واحد انا مش عارف اوصل له. اللازمه هنا فين بقى والشقلباظ فين؟ ان اصلا الدور العاشر ما فيهوش الغرفه 1026. فبعد ما الجريمه حصلت العامل بتاع الاسانسير هنا استنتج ان هي كان قصدها تقول له الغرفه 1046 مش 1026. المهم بقى انه بعدها في نفس اليوم شاف نفس الست دي تاني راكبه الاسانسير مع واحد بس من الدور التاسع. بيقول في وصفهم ان هما الاتنين تقريبا الراجل والست في نفس الطول ولبسهم قريب جدا من بعض، لابسين نفس الجواكت السوداء الطويله. فهنا في ناس استنتجت من النظريه دي
ان الراجل ده ممكن يكون هو دون. لو مصحصح كده ومركز معايا، تفتكر لما قلت لك ان المحققين لقوا ان في بصمات موجوده على التليفون والبصمات دي بترجع لبنت؟ طب بلاش دي، تفتكر لما البنت بتاعه الغرفه 1048 اتصلت بمكتب الاستقبال وقالت لهم ان في صوت خناق وشتايم ودوشه جايه من نفس الدور بتاعها؟ ايه كده بنسبه كبيره ان دون ما كانش لوحده، وان كان معاه ست، وانه الاتنين هم اللي عملوا كده في رونالد. بس برضه طبعا ما كانش فيه اي حاجه رسميه عن الراجل او الست غير مجرد كلام قاله عامل الاسانسير. وحتى لما حاولوا بعد كده السلطات ان هم يوصلوا للهويات بتاعت الراجل والست دول، ما عرفوش يوصلوا لحاجه وما لقوش اي حاجه. اغرب حاجه بقى في كل ده ان الصحيفه اللي كانت منزله الخبر بتاع دفن رونالد، ولكن المره دي كانت بنت، ولما طلبوا منها ان هي تقول لهم هي مين بالظبط او تقرب للمتوفي ايه، سكتت خالص. وبعدها قالت لهم لازم تعرفوا ان الشخص ده نال اللي يستحقه. ايه بقى يعني، بنت اللي عملت كده، ولا بنت ودون، ولا دون ودون، ولا مين فين؟ طب معنى المكالمة دي إن البنت قالت فيها إن هو خد اللي يستحقه، ده معناه إن ده كان انتقام منه ليه؟ هو عمل إيه؟ كل الأسئلة دي مجهولة، ولسه مجهولة لحد النهاردة، بقالها أكتر من 90 سنة. فإيه وجهة نظرك أنت؟ تفتكر إيه اللي حصل يعني؟ إيه الملابسات بتاعت الحوار ده؟ قولوا لي في الكومنتات تحت، وما تنسوش تصلوا على النبي كلكم، وأشوفكم يوم الثلاث.